في دوري أطفال أوروبا حقق صغير إنجلترا ليفربول فوزا سهلا على كبير العاصمة أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وشهدت المباراة تسجيل فان دايك لهدف في الدقيقة 94 بذكريات جلادهم راموس. أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كل مرة يواجهان الفرق الإنجليزية يقومون بتشويه سمعة البلاد، والوحيدان اللذان يقومون باسترجاعها هما ريال مدريد وريال بيتيس. الشيء الواضح لعشاق كرة القدم هو أن أرني سلوت قام بالتعاقد مع الساحر الأفريقي الخاص بأنشيلوتي وأصبح تحت مراته الآن. هذا الموسم ستكون منافسة شرسة بين مبابي ومحمد صلاح على أكثر لاعب سيسجل ركلات الجزاء. وبعد نهاية المباراة سيميوني تعارك مع أحد مشجعي ليفربول بعدما سأله عن ترتيب أتلتيكو في الليغا. سلوت هذا الموسم حقق الفوز ضد بورنموث بهدف في الدقيقة 88 وضد نيوكاسل في الدقيقة 100، وضد أرسنال هدف الفوز في الدقيقة 83، وضد بيرلي هدف الفوز كان في الدقيقة 95، وضد أتلتيكو مدريد هدف الفوز في الدقيقة 92. بركة وحظ الصلعة في كل مباراة يثبت لنا أن مفعولها أقوى من صلعة زيدان. رأسية سورلوت الضائعة أمام ليفربول لو كانت ضد برشلونة لسجل منها هاتريك. وفي مباراة أخرى قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام مارسيليا إلى فوز بهدفين. مباراة واحدة لعب فيها ظهيرين، الأول انصاب والثاني تم طرده. الله يرجعنا لأيام الدون فاسكيز، لم يكن ينطرد ولا ينصاب ولا يدافع، كل ما يعمله هو إغضاب جماهير الميرينغي. إذا استمر الحكام في منح ريال مدريد ركلة الجزاء فسيصبح مبابي الهداف التاريخي لها. فرانكو ماستانتيونو يمتلك موهبة كبيرة ينقصه فقط التدريب على تسجيل وصناعة أهداف والتمرير والعرضيات والمراوغات وتعلم لعب كرة القدم. وفي لقطة غير أخلاقية قام فينيسيوس بالتشاجر مع زميله في الفريق الحكم وقال له: لقد أعطيت لمبابي ركلة جزاء، أعطيني أنا أيضا واحدة.